تعرف ان احنا عندنا في مصر اشخاص تاريخية ولاعيبة كرة قدم مصرية على اعلى مستوى؟ ولا انت لسه فاكر؟ وهل ده ابن امبارح ولا هل ده راجل مش ورا حلمه؟ محمد صلاح. محمد صلاح الذي ولد 15 يونيو عام 1992، وبالاخص محمد صلاح حامد محروس غالي، الذي ولد في قرية نجريك محافظة الغربية. مين؟ محمد صلاح. محمد صلاح من أشهر لعيبة كرة القدم في مصر، ومن أحسنهم، ومن أشهر لعيبة كرة القدم في العالم. طبعا أنا مش محتاج أقول الكلام ده كله، لأن الراجل الله أكبر عليه سمعته سابقاه. بس أنا عايز أقول لك حاجة بسيطة. محمد صلاح كان بيعشق لكرة القدم من صغره، وهو كان واخدها بالنسبة له حلم كبير. وما كانش مركز في الدراسة قوي، كان مركز في لعب الكورة وفي الوصول إلى حلمه. زي ما انت دلوقتي تيجي تقعد مع شخص مثلا هو ما بيحبش الدراسة، بيحب لعب الكورة وعاوز يبقى لعيب كورة كبير. زي ما واحد كده ما بيحبش الكورة وعايز يبقى مهندس. كل واحد بيسعى في حلمه، كل واحد بيسعى في اتجاهه، كل واحد بيسعى في اللي ربنا شايلهوله. ربك قال لك اسعى وانا معاك. حصل. محمد صلاح خد الكلمة دي وحطها قدامه وجعلها نور. محمد صلاح اللي كان بيسافر كل يوم من القطر للقطر ومعاه امه، وكان بيستنى بره على البوابة عشان يحضر تمرينات نادي المقاولين. ده اول نادي محمد صلاح لعب فيه. محمد صلاح كان عنده حلم كبير وخبرات، وواثق في يوم من الايام ان هو هيوصل. ده كان بيجيب كيس الكشري ويغرقه شطة عشان يشبع. مش عايز يبقى أعظم لعيب في العالم أو من أهم 10 أعظم لعيبة في العالم؟ محمد صلاح قيمة كبيرة. ما يقلش عن أحمد زويل ولا يقل عن مجدي يعقوب. مش دول ناس عملوا اختراعات واكتشافات؟ وده راجل شايل بلده فوق كتفه، عامل لنا قيمة في إنجلترا. كده كده مصر ربنا يحفظها، بس الشخصيات دي لما انت تلاقيها بره، لا بص. بص ابن بلدي. محمد صلاح أول نادي لعب فيه نادي المقاولين العرب. محمد صلاح عمل حاجات تاريخية في الدوري المصري في الفترة اللي هو قعد فيها مع نادي المقاولين العرب. سجل اجوان في الاهلي وسجل اجوان في الزمالك، وكان رفيقه في الرحلة بتاعت نادي المقاولين العرب محمد النني. محمد صلاح لما جينا لعبنا البطولة بتاعت كأس العالم اللي هي ايه للشباب الصغيرين وكده، زي مثلا بطولة الأولمبياد 2012، كان في نادي اسمه نادي بازل السويسري كان بيتابع العديد من المنتخبات الإفريقية اللي كانت جوه البطولة. فاكتشفوا إن في نجم في منتخب مصر كان بيلعب مع محمد أبو تريكة، النجم محمد صلاح. خدوه نادي بازل السويسري بعقد كويس ومحترم يقدر يعيش بيه محمد صلاح في البداية. محمد صلاح سجل في أندية كتير وسجل في تشيلسي، وبعد كده انتقل محمد صلاح إلى الرحلة العالمية، رحلة 2014، رحلة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى، وهي نادي تشيلسي. محمد صلاح مع تشيلسي سجل اهداف كتير، بس المدرب بتاعه ما كانش مقتنع بيه في نادي تشيلسي. عشان كده الرحلة بتاعت محمد صلاح في تشيلسي وقفت. وبعد كده محمد صلاح انتقل الى الدوري الايطالي. كان واخدها رحلة اللي هو انا هرجع على الدوري الانجليزي تاني في اكبر نادي وافضل نادي، ومش هقعد دكة، انا هلعب مركزي وهلعب في الوينج بتاعي الاساسي. محمد صلاح حط هدف قدامه مهم جدا، ان هو يروح يلعب بفلورنتينا ويلعب معاهم ويسجل اجوان كتير. لا، محمد صلاح ارتدى رقم 74. محمد صلاح سجل اهداف كتير مع فيروتينا، ان فيروتينا كان بيلعب معاه في الدوري الاوروبي. بعد كده بقى محمد صلاح لفت انظار ايطاليا على الاجوان اللي هو كان بيجيبها. انتقل الى نادي كان بيلعب فيه مايكل جيكو، كان بيلعب فيه نيجولاند، وكان بيلعب فيه فرانشيسكو توتي، وكان بيلعب فيه دي روسي نجم منتخب ايطاليا المعتزل. نادي روما الايطالي. وايطاليا هي اصلا روما عاصمتها، يعني انت كنت ممكن تقول على نادي روما الايطالي نادي العاصمة. محمد صلاح هناك أشعل المدرجات بحبه للجماهير، والجماهير كانت بتحبه، والأهداف اللي هو عملها والأهداف اللي هو جابها. كان بيلعب قدام ريال مدريد في دوري الأبطال قبل كده، مش النهائي، كان بيلعب معاهم في دوري الأبطال. اكتشفنا إن محمد صلاح لعيب كبير. بيلعب قدام رونالدو، بيلعب قدام مارسيلو، بيلعب قدام راموس. محمد صلاح لاعب كبير، لاعب مؤثر في كل الأندية اللي هو لعب فيها. يبقى أنت كده واخدها رحلة واحدة واحدة. يعني سبحان الله،
نادي سويسري بيتفرج على منتخبات افريقيه عجبه صلاح ينتقل من نادي بازل السويسري الى نادي تشيلسي في الدوري الانجليزي، وربنا مش موفقه في الفتره دي، بس عارف ان ربنا هيرجعه تاني في احسن فتره في حياته. سوف ينتقل إلى الدوري الإيطالي، منها إلى فيورنتينا، ميلان، نادي روما، سجل أهداف كتير، عمل حاجات تاريخية كتير مع هذا النادي. رحلة 2017، انتقال محمد صلاح إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى، والمرة دي عن طريق ليفربول. مين هو؟ إذا إيجيبشن كينج محمد صلاح. محمد صلاح في رحلة 2017 خد أحسن لاعب في قارة أفريقيا مرتين ورا بعض، وخد جائزة بوشكاش سنة 2018 لأفضل هدف في الدوري الإنجليزي، الجون اللي هو جابه في إيفرتون. محمد صلاح لاعب أوروبي على طراز عالمي خالص خالص. خد الحذاء الذهبي مرتين مع نادي ليفربول، وكان بيحصل بأكتر من مرة على جائزة أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإنجليزي من جميع رابطة الأندية المختلفة في الصحف الإنجليزية. محمد صلاح بقى عازف الأوركسترا في نادي ليفربول، حتى الجماهير مو صلاح ذا ايجيبشن كينج، ده الفرعون المصري محمد صلاح. محمد صلاح نيجي في رحلة 2020 اللي هو محمد صلاح خد فيها الدوري الإنجليزي مع نادي ليفربول. محمد صلاح لعب 4 مواسم أو 5 مواسم أو 6 مواسم كاملين مع نادي ليفربول، حقق معاهم 2 دوري إنجليزي محمد صلاح، مع ان البطولة دي كانت غايبة عن النادي بقالها مدة، يعني بنسبة حوالي 20 أو 30 سنة كانت البطولة دي غايبة عن النادي. محمد صلاح جه وصنع وعمل حاجات كتير. رحلة 2019 نهائي دوري أبطال أوروبا، ليفربول ضد توتنهام، جونين محمد صلاح يخش يتصدر لضربة الجزاء في الدقيقة الخامسة اللي جات في ايد سوسوكو ديفندر نجم توتنهام. محمد صلاح يحرز الهدف الأول من ضربة جزاء في شباك لوريس حارس منتخب فرنسا الأول، ثم يحرز في الشوط الثاني أوريجي يحرز في الشوط الثاني الهدف الثاني لنادي ليفربول، وتنتهي البطولة كاملة خالصة متخلصة لنادي ليفربول بنتيجة 2-0. موسم 2025 محمد صلاح حصل على الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول. محمد صلاح مر بالعديد من الفترات التدريبية، مر مع يورجن كلوب في ليفربول، مر مع أرني سلوت اللي بيدربه حتى الآن، مع إن محمد صلاح كان مرتاح مع أرني سلوت أكتر لأن هو كان بيساعده أكتر في التعرف على نفسه وإن هو إزاي يساعد نفسه. عايز أعلمك حاجة في آخر الحلقة، إن محمد صلاح لاعب أوروبي على طراز عالمي، تمام. محمد صلاح بيساعد بلده في كل حاجة، اللي في جيبه مش ليه، مجهز اكتر من 70 عروسة، جهاز كامل متكامل. انا ما ينفعش اطلع اقول اتكلم على خير الراجل اللي هو بيعمله، ما ينفعش اطلع اتكلم عليه، بس انا طالع هقول لك ان الشخصية دي اتعلم منها. ما تجيش بقى انا اتعلم منها من واحد بقى بتاع حديد بيرفع جيم. انت رياضي تفتح لايفات على التيك توك بتعمل حاجات ربنا مش راضي عنها، وانت عارف ان ربنا شايفك، انا مش هغير الكون، انا بتكلم على انا شايفه صح او ولا شايفه غلط، انا ماليش دعوه. اعتبرني يا عم واحد ماسك تليفونه وماسك المعدة بتاعته طالع يوعي الناس. انا عارف ان انا مش هغير الواقع ولا هغير المستقبل، بس انت عندك شخصيات في مصر اتعلم منها. وانت ما تعرفش اصلا ان محمد صلاح ده رول موديلز. والله يا ابني ده المفروض تحط في المناهج، الراجل ده رول موديلز، نموذج وقدوة لكل شاب مصري. أجيبلك من بره رحلة المرموش، عمر مرموش اتبهدل يعني في الدوري الألماني، من فولسبورج، شتوجارت، لعب في أندية كتير في الدوري الألماني، من هنتقل إلى رحلة السيتي. والراجل ده ليه فضل عليه كبير جدا اللي هو كروش، لأن هو جايبه يلعب هنا مع منتخب مصر، صح؟ بس اسعى ربنا يكرمك، وما تنساش تعمل لي فولو عشان كل حاجة تظهر لك. اكتبوا لي في الكومنتات انتوا محتاجين حلقة ايه المرة الجاية عشان اقدر اوفرها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.